رمضان كريم، شهر الرحمة والمغفرة رجع لنا من تاني. شهر البداية الجديدة، شهر نقدر نغير فيه نفسنا للأحسن. مش بس صيام عن الأكل، لكن صيام عن الذنوب، عن الغلطة، وعن كل حاجة بتبعدنا عن ربنا. ده أول رمضان لينا سوا. حبيت أهنيكم بشهر رمضان، وحبيت أفكركم إنك لازم تخلي رمضان السنة دي مختلف عن كل سنة. حاول دايما تخلي الشهر ده تختم فيه القرآن. ختمته الشهر اللي فات مرة، تختمه الشهر ده كذا مرة. حافظ على الصلاة في وقتها، ادعي كتير، يمكن دعوة واحدة تغير حياتك. تصدق حتى لو بحاجة بسيطة. رمضان فرصة، والفرصة دي ما بتتكررش كتير. نخش بقى على مسلسلات قربت رمضان. مني هفجر المحطة. طبعا بعد يوم طويل من الصيام، الدراما الرمضانية بتكون جزء من التجمع العائلي. عندنا مثلا مسلسل راس الأفعى، دراما مليانة غموض وصراعات نفسية، بتكشف صراعات السلطة والخيانة. وكل حلقة لازم ننتقم لاصحابنا. بتسيبك متشوق تعرف الحقيقة. مسلسل المداح واحد من أنجح أعمال الرعب، بيخوض في عالم الجن والروحانيات والصراع بين الخير والشر، ودايما بيشد الجمهور في أحداثه الغامضة. كادر طبي جاي من مصر. مسلسل صاحب الأرض، دراما إنسانية بتتكلم عن التمسك بالأرض والهوية والصراعات الاجتماعية وقصص الناس البسيطة اللي بتواجه تحديات كبيرة. المسلسل ده بيتكلم عن إخواتنا وبيفكرنا بالتحديات اللي واجهوها، وده مش هيكون غير جزء بسيط جدا من اللي كانوا بيمروا بيه. سامع؟ مش سامعش. مفيش قص. مسلسل صيد العقارب، دراما، انتقام، وصراعات عائلية قوية مليانة مفاجآت وأحداث مشوقة بتخليك على أعصابك. انت الوقت على رجلك عشان تسامحي. ولادي زي لغم الصحراء، اللي يلمسهم يتقطع حتت. وأخيرا مسلسل فن الحرب، وبعد غياب كبير ليوسف الشريف بيرجع لنا في صراع ذكي وتخطيط واستراتيجيات. المسلسل بيعرض معارك نفسية وعقلية، وبيثبت إن أقوى الحروب مش بالسلاح لكن طلع في دماغه. ايه؟ انا رحت شغاله بسمعتي. ناخد حقنا ونخلع. مساء العسل. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. خلي رمضان يجمع بين العبادة والراحة والترفيه. قرب من ربنا واستمتع بوقتك مع أهلك. رمضان كريم عليكم جميعا، ويا رب يكون شهر خير وبركة علينا كلنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد.